السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الأهلوية في الريف. من جور السعيد يسعد، والسعيد هنا هو النادي الأهلي. النادي الأهلي اللي كل ما بيحاربوه كل ما ربنا بيبعت له حاجة سبحان الله تكبر منه وتعرف الدنيا كلها حجم النادي الأهلي. الفيفا بيعلن بشكل رسمي وغير قابل للشك ولا النقاش إن النادي الأهلي بأمر الله متواجد في كأس العالم للأندية لسنة 2025 بشكلها الجديد، واللي هتضم 32 فريق ومعاه الوداد المغربي. النادي الأهلي بصفته بطل القارة سنة 2021، والوداد المغربي بصفته بطل القارة عام 2022. ده بالنسبة لأفريقيا، ومش هتكلم غير عن أفريقيا والنادي الأهلي فقط لا غير، لأن الموضوع كبير سواء بالنسبة لآسيا أو بالنسبة للفرق القارات التانية. بالنسبة لنا احنا في قارة أفريقيا مما لا شك فيه النادي الأهلي والوداد المغربي على رأس الأندية اللي هتلعب في كأس العالم إن شاء الله سنة 2025 بتوبها الجديد اللي عمله الفيفا بإذن الله، واللي هتضم 32 فريق هيتنافسوا على كأس العالم، وهتبقى كل 4 سنوات. تعالوا بقى مين بقى اللي هيبقى مع القارة مع الفرق ديت. لو جينا ورحنا للزمالك هنقول ان الزمالك عشان يشارك مع النادي الاهلي في البطوله ديت سبحان الله كأن جماهير نادي الزمالك النحس ملازمها في كل الاوقات، او في كل حاجه بيعملوها ربنا بيدي كل واحد من نيته. سبحان الله، شوفوا النادي الاهلي بيعمل ايه وشوفوا الزمالك بيحصل له ايه. حتى مشاركته في كأس العالم سنة 2025 32 فريق، والزمالك مهدد ان هو ما يدخلهاش. عشان خاطر الزمالك يدخل ويبقى مع النادي الاهلي في البطولة ديت لازما وحتما ان هو يفوز ببطولة افريقيا السنة دي. طب ازاي؟ جايز ربنا يكرمه ويصعد ويكسب البطولة. عموما لو بقى بطل القارة في النسخة ديت من حقه ان هو يدخل، ولو بقى بطل القارة او يفوز ببطولة كأس افريقيا السنة اللي جاية، ده لا اذا دخل السنة اللي جاية من اساسه، ده هو سادس الدوري، مش عارفين هيدخل ولا مش هيدخل، الله اعلم النسخة اللي جاية. ده بالنسبة للنادي الاهلي والفيفا والبطولة كأس العالم للأندية اللي هتكون مكونة من 32 فريق في النسخة اللي جاية إن شاء الله. عايز أقول لكم على حاجة بقى. سان داونز عشان تعرفوا بس الفرق اللي بتلعب من أجل إن هي تكون نمبر 1. سان داونز كانت في مباراة بالأمس في الدوري الجنوب أفريقي. مدرب سان داونز عمل إيه؟ مدرب سان داونز أراح 11 لعيب اللي هم الأساسيين راحة سلبية استعدادا لمباراة الهلال السوداني في السودان، لأنه بيطمح في إنه هو يفوز باللقاء ويوصل أول المجموعة، وقال إن المركز الأول هو الجدير، إن سان داونز جديرة بالمركز الأول، والمركز الأول المفروض هو يبقى من نصيب سان داونز، واحنا هنلعب على المركز الاول. عشان كده ريح 11 لعيب اساسي عشان يروح فايق في السودان ويقدر باذن الله يكسب الهلال السوداني هناك. والله فريق محترم ومدرب محترم. وشوفوا المدرب بيعمل ايه برضه. في قبل المباراة اللي سبقت النادي الاهلي في الدوري راح 11 لعيب برضه عشان خاطر يرتاحوا لمباراة النادي الاهلي، وعملوا مباراة كبيرة جدا جدا على النادي الاهلي. ده بالنسبه لسان داونز. عايز اقول لكم على حاجه. الاتحاد الدولي لكره القدم بيضحك على الفرق وبيضحك على القارات. كاس العالم للانديه هيتعمل كل 4 سنين بمشاركه 32 فريق. فالاتحاد الدولي لكره القدم بقى واخينا انفنتينو صعبان عليه ان كل 4 سنين يتعمل كاس العالم للقارات وما يجاملش بطل اوروبا. لا، ده انا اخترع بطولة
اجامل فيها بطل اوروبا. ازاي يا عم انفنتينو؟ قال لك الاتحاد الدولي لكرة القدم بيخترع بطولة اسمها اسمها ايه، مسابقة الأندية السنوية. مسابقة الأندية السنوية. مسابقة الأندية السنوية ديت إن كل سنة هياخدوا بطل قارة أفريقيا والتاني من بطل قارة أفريقيا وبرضه من قارة آسيا وأوروبا وأمريكا الاتنين. كل الفرق دي الأمريكتين وآسيا وأفريقيا، ويخلوا بطل أوروبا على جنب، ويلموا كل الفرق دي تفضل تطحن في بعضيها وتطحن في نفسيها من بداية الأدوار لغاية ما يصعد منها واحد بس، وبعدين يروح جايب له بقى بطل أوروبا يلعب المباراة النهائية على الجاهز وهو مستريح كده، ياخد البطولة ويمشي. يبقى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بيحاول ان هو يجامل بطل أوروبا على حساب كل القارات. لا، المفروض ان بطل أوروبا يلعب من على الاقل حتى لو هو مميز يلعب من دور الثمانيه، بحيث انه يلعب دور الثمانيه يلعب قبل النهائي ويلعب النهائي، يبقى لعب 3 مباريات ويقعد. واحنا شفنا فرق في اسيا زي الهلال السعودي عمل مباراه كبيره جدا 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 قدام ريال مدريد. وبرضه النادي الاهلي عام من افريقيا ومن القاهره عمل مباراه عاليه جدا. الدنيا كلها اشادت بمستوى النادي الاهلي وبمستوى الهلال السعودي، ومش هم مش اقل، والناس ديت مش اقل من بطل اوروبا، ان هو ما يجيش على الجاهز عشان يكسب البطوله ويلعب مباراه مستريح وياخد بعضه ويمشي. والفرق ديت تعاني من الاجهاد لانها لعبت مباريات كتيره في الكاس اللي هم عايزين ينظموها، او البطوله اللي هي ايه، مسابقات الانديه السنويه. فده ما ينفعش، ده ما فيهوش قمه، ما فيهوش اي نوع من انواع العدل، ما فيهوش اي نوع من الفير بلاي، ما فيش اي نوع، ما فيهوش اي نوع من التكافؤ الفرص، ما فيش اي شيء من الحاجات ديت خالص. والمفروض ان الانديه لو الاتحاد بعت له، المفروض الانديه ما الاتحاد الدولي لو بعت للانديه ما حدش يوافق على نظام البطوله بالطريقه ديت، يوافقوا في حاله ان بطل اوروبا ينزل لدور الثمانيه، يبدا المنافسه من دور الثمانيه. هو ده قمه العدل واللي المفروض يتعمل بالظبط كده. في حاجه بقى عايز اقول لك عليها عشان تبقى حلقتنا يا دوب حلقه ايه جميله كده، عشان خاطر عشاق قناه الاهلاويه في الريف. فريق هزاز الرؤوس، وانتوا عارفين فريق هزاز الرؤوس ده فين وبيظهر فين. فريق هزاز الرؤوس بصراحة الناس ديت بتعرف تنقي أقذر الناس وتجيبها، بتعرف تجيب الحلنجية وتحطها، بتعرف تجيب الناس اللي بتبيع نفسها بأي مبلغ حتى لو كان رخيص وتحطها. بتعرفوا يجيبوا الناس اللي هم تمنهم معروف تمنهم ويحطوها. فريق هزاز الرؤوس منهم واحد طالع بقى لا كرامة ولا أخلاق، واحد اسمه أبحي عبد الهلاك ولا مش عارف اسمه ايه، اكيد انتوا تعرفوه. طالع فاصل قلة أدب متناهية على النادي الأهلي وتطاول غير مسبوق على النادي الأهلي، نوع من الانحطاط الأخلاقي. لا، انحطاط ايه ده، انعدام أخلاقي، مش انحطاط. انحطاط يبقى فيه حاجة، لكن ده نوع من يعني انعدام الأخلاق، انعدام الأخلاق وقلة ذوق وقلة أدب وقلة تربية وقلة أي حاجة عايز تقولها قولها. طلع وهات يا سف على النادي الأهلي وهات يا غلط على النادي الأهلي وقلة أدب متناهية منه. وطالع بيسأل بيقول هو كهربا ابن مين في البلد عشان ما يتعاقبش. ده الأهلي لما كان، شوفوا، الأهلي لما كان عنده مبادئ كان بيعاقب المخطئ. احنا اللي هنرد عليك في الأهلاوية في الريف. هنقول لك أولا كهربا يبقى ابن مين؟ كهربا يبقى ابن ناس طيبين محترمين. كهربا يبقى ابن راجل مؤدب محترم عنده أصول ربى ابنه عليها.
كهربا يبقى ابن راجل عرف يربي ابنه على المبادئ وعلى الاخلاق وعلى القيم، انه ما يغلطش في حد، عكس واحد ابوه ما ترباش ولا رباه، عكس واحد ممكن يكون اهله مش ربوه، عكس واحد متساب كده طالع لا اصل ولا اي شيء خالص، وطالع بس يغلط في الناس، وطالع ان هو يتهجم على الناس، وطالع ان هو يسف على الناس. كهربا ابن راجل طيب محترم، علمه ورباه على الاصول، عكس ناس ما تربتش اساسا ولا عرفت يعني ايه الاصول. ده بالنسبه لكهربا. اما بالنسبه للنادي الاهلي، فالنادي الاهلي مبادئه وقيمه ولن تتغير. النادي الاهلي مبادئه وقيمه موجوده، وادي انت شوف قناه النادي الاهلي ما فيهاش حد بيخطئ او يتجاوز في حق حد بالقباحه والقذاره اللي احنا بنسمعها. ما فيش حد في قناه النادي الاهلي يقدر يخطئ او يحيد عن الحق. النادي الاهلي على طول يجزره، وعلى طول يوقفه، وعلى طول يعاقبه ويحاسبه، عكس انديه تانيه. جايبه ناس طلقاها زي يعني مش عارف اقول لك ايه، زي ايه، تعض في الناس، تنهش في لحم كل واحد شويه، تطلع تسف على كيانات، تطلع تخطئ وتطلع تغلط وتطلع تقول، ومفيش محاسبه ولا في رقيب. اذا كان رب البيت بالدف ضارب، فشيمة اهل البيت الايه؟ الرقص. فانتوا بترقصوا، خليكوا ارقصوا، لان الاصل مش موجود. كهربا ابن ناس عندها اصول، والنادي الاهلي اصل المبادئ والقيم والاخلاق. النادي الاهلي كل اللي شغالين فيه اصل المبادئ والقيم والاخلاق، مفيش حد بيتجاوز في النادي الاهلي. لكن اللي موجودين في زريبه وفي حظيره، في زريبه هم اللي بيطلعوا يتطاولوا على الناس حقيقي. فيا ريت يا ريت ان احنا نترحم من الاشكال ديت، ومن الالفاظ اللي بنسمعها، ومن الناس اللي هي عايزه اللي يطلع يهزقها، لان هم مهزئين. واذا كانوا هم مهزئين فاحنا هنهزقهم. طالما هم مهزئين وعايزين يتهزقوا، احنا هنهزقهم، مفيش اي مشكله. عموما اعزائي المشاهدين، خلصت حكايتنا، لكن ما خلصتش اخبارنا، وان شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي باذن الله. لكن ما تنساش قبل ما تطلع تخش تنزل تعمل لايك، عشان خاطر الفيديو ده يوصل للي اللي بيغلط في النادي الاهلي وبيغلط في كهربا، واللي بيدوس على النادي الاهلي، الفيديو ده يوصله ويعرف ان هو هيتحاسب لما يخطأ في النادي الاهلي. ومش هيوصله الا بفضل لايكاتكم باذن الله اعزائي المشاهدين. واللي بيشوفني لاول مره ينزل لو سمحت اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتكم، قناة الأهلاوية اللي بتدافع وخط دفاع عن النادي الأهلي. شكرا أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.